السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في القناة ديالي، قناة شهيوات وحلويات سمية. بالنسبة للوصفة اللي قدمت لكم هذا النهار هي شباكية. كيف كتشوفوا كتجي رائعة وبنينة ولذيذة وهشيشة. هانتوما انا نهز لكم وحده نوريها لكم. هانتوما كي كتجي هشيشة ومعسلة. هانتوما هذه هي الشباكيه. نتمنى انكم تدخلوا تشوفوها وتتبعوا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا الاسرار والمقادير والطريقه ديال الطي ديال الشباكيه والطريقه ديال العجن ديالها وكيفاش خاصها تكون الشباكيه. هادو كلهم اسرار قلتهم لكم في الفيديو. نتمنى انكم تدخلوا تشوفوها لانها كتجي رائعه بواحد المذاق رائع. جربوها وان شاء الله غتعجبكم كيف ما عجبت ناس اخرين. يعني الناس جربوها اول مره وتبعوا الطريقه وتبعوا المقادير وتبعوا النصائح اللي كنعطيهم. صدقت لهم الشباكيه رائعه وشكروني عليها والحمد لله رحموا لي بها الوالدين. ونتمنى انكم نتوما تجربوها وتخلوا لي تعليق اللي جربها يكتب لي تعليق بانها جرب الشباكيه ولا عجبته الشباكيه. ومرحبا بكم ان شاء الله دائما في القناه عندي. ولا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي مرحبا بكم. وما تنساوش تضغطوا على الزر الاحمر اسفل الفيديو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد ان شاء الله. كل جديد ديال شهر رمضان. وبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء. وشكرا على المتابعه. ونتمنى انكم تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تجربوها لانها شباكيه ناجحه ناجحه 100% بدون اي يعني غش. ونتمنى انكم تبارطاجيوها مع الاهل والاصدقاء وانتقلوا ان شاء الله للمقادير والطريقه. بالنسبه للمقادير ديال الشباكيه المعتمده عندي واللي كنخدم بها لي كوموند للناس هي هذه اللي غنعطيكم دابا بلا يعني داكشي عادي ما فيه لا تعقيدات لا والو. وكتجي الشباكيه ديالو بنينه. ونعطيكم السر ديال المذاق ديال الشباكيه ديالتي. يعني الناس اغلبيه كلشي الناس اللي كيديو معايا عندي شباكيه كيشهدوا بهاد المذاق هذا اللي هو ربما ما كيحصلوش عليه همايا ملي كيديروا شي مقادير ديالهم او لا. ولكن انا عندي واحد السر. بالنسبه للمقادير اللي غنحتاج 3 كيلو ديال الفرص. يعني ما حطيتش هنا الفرص قدامي تنحطو نغربلو ونحطو مع ملي غنبدا نخدم. عندي 3 كيلو ديال الفرص. هادو هما المقادير ديال 3 كيلو ديال الفرص. من بعد غادي في صندوق الوصف غنحط لكم نصف ديال الكميه اللي هي ديال كيلو ونصف اللي بغى يدير كميه قليله. بالنسبه للمقادير اللي كنحتاج بالنسبه للجنجلان كنحتاج نص كيلو ديال الجنجلان. هذا هو السر ديالي انا ديال الشباكيه. يعني انا السر ديالي هو الجنجلان علاش كيفاش السر؟ لانني انا الجنجلان ملي كنبغي نخدم به الشباكيه كنحمرو مزيان. وانا كنحمر فيه وانا كنشدو ما بين صباعي وكنورك عليه حتى كنلقى خرج ديك النسمه ديال الزنجلان. ديك النسمه اللي كتجي زوينه يعني بنينه ورائحه زكيه. يعني مجرد انه كيتحمر مزيان وكيخرج ليا ديك النسمه صافي كيكون عندي جنجلان هو هذا. هانتوما كي كتشوفوا اللون ديالو. انا ما كنستعملش الجنجلان الخضر حيت كاين بعض الوصفات اللي كيديروا فيها الجنجلان الخضر لان الجنجلان هو السر ديال يعني داك المذاق اللذيذ اللي كيجي في الشباكيه. يعني لدرجه ان الناس ملي كيذوقوا هاد الشباكيه كيسحبوا مديره فيها اللوز وانا ما دايرش فيها اللوز. لان اللوز على حسب لي كوموند. كاين اللي كيبغي يطلب لك اللوز في الكوموند وكاين اللي ما تيطلبش لك اللوز. انا كنخدمها للكوموند عادي يعني شباكيه العاديه. كنحمر الجنجلان مزيان حتى كيوصل لها الدرجه ديال اللون ديال التحمار. هو السر اللي عندي انا في الشباكيه. زائد المقادير الاخرى عندي نص كيلو ديال الجنجلان محمر مزيان ومطحون مزيان باش ما يبقاش لنا دوك الحبيبات يقطعوا لنا العجين. عندي بالنسبه النافع عندي 3 المعالق كبار ديال النافع مطحونين حتى هما. و3 المعالق ديال حبه حلاوه مطحونين مزيان. عندي معلقه كبيره عامره ديال الملحه. عندي معلقه كبيره ونص ديال القرفه اولا 2 معالق ما عامرينش بزاف ديال القرفه. يعني هادشي كلشي بالمعالق كبار. الا درتو معلقه عامره بزاف ديروا معلقه ونص. الا درتوها ما عامراش يعني معلقه عاديه ديروا 2 معالق ديال القرفه. وعندي بالنسبه الخماره كندير خماره وحده اي نوع
كندير خميره الخبز لا والو، يعني شباكيتي ما كنستخدمش فيها خميره الخبز. وعندي 250 غرام زبده. بالنسبه للزبده ديروا اي زبده كتعتمدوا عليها، يعني اي زبده معتمده عندكم. يعني الزبده اللي كتكون دايبه اصلا هي دايبه، يا اما ديال العبار يا اما ديال البواط. ما ديروش المانغارين في شباكيه، ديروا هاد الزبده هادي اي ماركه من هاد اللي كيكونوا في البواط، اولا زبده ديال الاكل، يعني هي اللي المانغارين ما تستخدموهاش في الشباكيه. بالنسبه للسوائل عندي 4 كاس ديال الخل الابيض اولا الخل الاخر اللي مولفين كنديروا العادي. عندي 2 كيسان ديال الزيت ديال العنبه، 2 كيسان عامرين. ممكن انكم ديروا كاس ديال زيت العود، زيت العود، وكاس ديال زيت الروميه اولا زيت المائده، وكاس ديال زيت البلديه، يعني ممكن عندكم الاختيار. وبالنسبه للمزهر عندي كاس ونص ديال المزهر، يعني ما يعادل قرعه كامله، يعني قرعه اللي فيها نشوف القياس شحال فيها ديال ما عرفتش هذه شحال فيها. مهم هاد القرعه هذه كتوزن كاس ونص ديال العنبه. هاد القرعه ديال البن العامري، الماء الزهر بن العامري، يعني دار العامري هو الزهر الممتاز، يعني هو اللي كيصلح في الشباكيه. كنظن اني وعندي الماء. بالنسبه للماء كندير دايره هنايا يترو لاروب ديال الماء، يترو لاروب مع واحد الضويمه ديال الزعفران الحر. كنتفع الناس، ولكن الشباكيه العاديه ما كنديرش فيها زعفران، كندير فيها النسمه ديال الزعفران الحر. واللي عنده زعفران الحر ممكن انه يدير زعفران الحر. ومهم هادو هما المقادير ديال الشباكيه ديالتي. نتمنى انهم يكونوا يعني مفهومين، يكونوا في المتناول. دابا ان شاء الله غنتقل للطريقه. المهم بالنسبه للطريقه درت 3 كيلو ديال الفرص، ندير معاها جنجلان، ندير القرفه، ندير الملحه، نديرو حبه حلاوه، النافع. المهم كندير النواشف كلهم، داكشي الناشف كله كنديرو في خطره. ندير الخماره ديال الحلوه، الخماره كندير غير وحده. كنخلط هاد العناصر مع الطحين مزيان حتى كتدخل هاد العناصر مزيان يدخلوا في الطحين، يعني يندمجوا ليا مع الطحين. المهم دابا ملي دمجت العناصر الجافه كامله، دابا غادي ندير الزيت. المهم بالنسبه للمقادير راني قلتهم لكم في الاول، رجعوا ليهم باش تعرفوا. اول فيديو كاين المقادير ان شاء الله، دابا نحطهم لكم في صندوق الوصف. الزبده ذوبتها 250 غرام ديال الزبده ديال البواطه، ذوبتها. دابا ندمج الزيت، نرمل هاد الطحين هذا نرملو بالزيت والزبده هو الاول، عاد ندير السوائل الاخرين اللي باقي ليا. المهم دابا درت الزبده والزيت، دابا غادي ندير الماء زهر، نضيف الخل صافي، وغادي نبدا نجمع بالماء دافي وفيه ضامه ديال الزعفران. وبالنسبه للعجين ضروري خاصو يكون قاصح باش تصدق لكم شباكيه زوينه. العجين خاصها تقصحوها، الا درتوها قاصحه كتجيكم شباكيه هشيشه ورطبه، ولا درتوها جاريه كتجيكم شباكيه قاصحه وما زويناش.
دابا نبدا نضيف الماء. بالنسبه للعجينه كنقسمها باش كنقدر ندلكها. خاصها تدلك مزيان، خاصها تجي قاصحه. نتوما كي كتشوفوا قاصحه عندي. ولكن ملي كنديروها في بلاستيكات، كنقطعها ونديرها في بلاستيكات ونخليها كتطلق راسها، يعني كتطلق راسها شويه، يعني ماشي كتبقاش قاصحه هكا كتعذبني. ولكن هي في العجينه ديالها خاصها تكون قاصحه بهذا الشكل هذا. هانتوما خاصها تكون قاصحه باش انا منين نديرها في بلاستيكه وطلق راسها يعني تجيني هي هذيك. المهم دابا غنكمل الكميه كامله اللي عندي، حيت عندي 3 كيلو. نكملها وغنقول لكم بالضبط في اخر الفيديو، غنقول لكم بالضبط شحال خرجت ليا من كيلو. المهم بالنسبه للتشكيل ديال الشباكيه، كناخذ واحد الكره من الكرات البيت، كنطلقها وكنقطعها ونعاود نرجعها نديرها في الماكينه. دابا بحال هكا نتوما كي كتشوفوا راه قاصحه، يعني خاصها تكون هكا قاصحه باش كتجينا شباكيه ناجحه. بالطريقه هذه دابا غنقطعها بالطول، نقطعها على شكل اشرطه. كنقدم الجوانب باش كتجيني مقاده ملي كندخلها في الماكينه. كندير الماكينه كندير على رقم 7، الرقم الاولاني يعني الرقم الكبير. كندوز الاشرطه كاملين هانتوما. دابا غنمشي لرقم 5. ثاني غندوزهم كاملين، يعني بحال كنسهل عليا في الخدمه، ما نبقاش نرقق ونعاود نبدل الرقم ونعاود. كندوزهم كاملين في رقم 1 عاد كنبدل رقم اخر. المهم الشباكيه هنا فاش كنبغي نطلقها كندوزها في 3 الارقام، رقم 7 رقم 5، كنرجع ندوزها في اخر رقم اللي هو رقم 3 اللي كتجيني فيه دقيقه. انا دوزتها في رقم 5، دابا غندوزهم في رقم 3 كاملين ثاني.
دابا ملي دوزتها في الارقام اللي عندي انا درت شبكيه صغيره، غندير نوريكم شحال من خط غندير. 1 2 3 4 والخامس كنقطع 1 2 3 4 والخامس كنقطع 1 2 3 4 5 4 والخامس كنقطع. جوج 3 4 والخامس كنقطع 1 2. المهم دابا غنبدا التشبيك. هانتوما كناخد عندي الاعمده 5 ديال الاعمده كتشوفوا. هاد العمود الاولاني كندفع العمود الثاني للور، وكنحط هاد العمود الاولاني على العمود الثالث. من بعد هاد الرابع كنحطو اللور، والعمود الخامس كنجيبو تحت من العمود الثالث. كيوليو عندي هنا ثلاثه هنا ديال الاعمده، وكيبقاو ليا دوك جوج الاخرانيين كندفع واحد فوق واحد. هانت كندفع هذا الرابع كندفعو فوق الثاني بحال هذا الشكل، وكنقلب للجهه الاخرى. من بعد كنشد كنلاصق هاد الوسطانيين كنلاصقهم باش ما كتحلش ليا الشباكيه، وكنقلب الشباكيه ديالتي وكنضغط عليها من الجوانب. هانتوما كنحط هذا على هذا كنحط هذا على هذا، كنقلب الشباكيه كنلصق هاد الوسطانيين بحال هكا، وكنضغط على الجوانب بالشكل هذا. كنقلب هانتوما هذا فوق هذا وهذا فوق هذا. بعد هاد جوج اللي كيبقاو ليا كنديرهم على بعضياتهم، وكنقلب الشباكيه ديالي وكنضغط عليها وكنرجع نقلبها عادي، باش كنوريك على هاد الجوانب. هذا نحطها فوق سطح العمل باش كتسالى ليا. نعاود معكم هذه. نتوما ملي كتولفوا بهاد التشبيكه كتخفى في يديكم في الاول، ضروري غادي تجيكم ثقيله وغادي تخطئوا وتغلطوا، ولكن من بعد ملي كتولفوها كتولي تجيكم سهله. انا هذه كتعجبني على الاخرى اللي كيديروها كيحطوا هذه على هذه ويقلبوا. انا ما دخلش راسي. هذه دغيا ملي شفتها دغيا فهمتها وجربتها صافي صدقت معايا، ولات عندي هي المعتمده هاد التشبيكه هذه. وهذا ملي كنبغي نقلب هاد الصبع وهاد الصبع هذا الوسطانيين كنحطهم لتحت وكنقلب كنحاول نحل الشباكيه كنحلها. من بعد كنضغط على هاد اللوج جوج اللي كيكونوا مفارقين كنلصقهم باش ما كتحلش صافي. كنحصل على هاد الشكل هذا. كنتمنى ان هاد التشبيكه تفهموها. شوفوا الطريقه كيفاش، لانها سهله، غير تركزوا معايا شويه راه غتفهموا الطريقه كيفاش. هذه سهله، واخا انسان كيكون غير بوحدو كيشبك بسربيه دغيا كتسربي الشباكيه ديالك. المهم البنات، ها هي الشباكيه. ها نتوما كي كتشوفوا، ها نتوما
دابا شبكتها وباقي ليا، باقي ما كملتش، باقي ليا شي حاجه قليله باش نكمل. وغنرضى طيب ان شاء الله، ونوريها لكم ان شاء الله في الطياب ديالها وفي التعسل ديالها وفي التقديم ديالها في الاخير ان شاء الله. المهم هي الشباكيه كي كتشوفوا، هي هنا كتقطر في الشبكه، الاخرى في العسل. ها هي دابا خصها تبقى شويه في العسل باش كتشرب العسل مزيان.